لعيال الله. الحلقة الثانية توجهنا لأحد عوائلنا المتعففة، امرأة صاحبة 4 جهال، مظلوميتها لا توصف، نادر لما تشوف هيج مرة تقدر تقاوم الحياة وصعوبتها وقساوتها ومرارتها. هاي المرة صاحبة 4 جهال، أكثر من 5 سنين الله قدرت تخلي هاي البلوكات وتسكن هي وجهالها ال4. هاي العائلة أو هاي المرة صاحبة هاي الجهال مقطوعة، بس إن شاء الله أهل الخير موجودين، راح يكونون سند وأخوة إلها، وإحنا مستمرين من سنين وياهم. قدرنا اليوم ندخل الفرحة عليهم من صميم قلبهم. قدرنا نوصل لهم السلات الغذائية والمخدر وكل ما يحتاجونه، بالإضافة إلى مبلغ مالي. هذا المبلغ مقدم من أحد خالاتنا جزاها الله خير الجزاء، ومن أحد إخواننا، وإحنا في شهر رمضان، شهر الرحمة، وهذا باب من أبواب الرحمة انفتح على هاي العائلة. وهنيئا لكل من شارك وراح يشارك في هذا البرنامج حتى نقدر نثبت أكثر من العوائل المتعففة، وقدامكم فرحة هاي المرة، وإن شاء الله احنا راح نكون أهل إلها وسند إلها بإذن الله. أنا جيت مداوم بالمدرسة. هاي اللي موليك؟ لا هو داوم بالراس عالي. كتبوا لي 150. 150 بالشهر؟ بالشهر. ماشي جيد. طيب بعلبة ايش ما مطلوبة؟ لا ما ما مطلوب واحد يسوي. مصرفكم يكفيكم انتم؟ بينك انت وبين اهل الرحم نداوم. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. احنا ايش عندنا برنامج او عندنا فكره اللي هي اسمها عطائكم لعيال الله. عطائكم لعيال الله. عطائكم من اصحاب الحال الميسور، الناس اللي متمكنه، اللي الله رازقها، انه اللي قاسمه الله، اللي تقدر عليه تنطيه، اللي هي العوائل المتعففه والناس اللي مستحقه والناس اللي محتاجه المساعده. كون انت من العوائل المتعففه، من العوائل اللي مستحقه، وعندك 4 جهال، نسال الله انه يحفظ لك اياهم بحق محمد وال محمد. وانت يعني سباعيه قدرت من لا شيء تخلين هاي البلوكات وهاي الطابوقات، ويعني رغم بساطه الوضعيه بس نادره وانبيت ان شاء الله. واحنا ان شاء الله وياك، احنا ما نقصر عنك. هذا هديه من عطائكم لعيال الله، من أهل الخير، من أحد خالاتي جزاها الله خير الجزاء. تبرعت بمبلغ، عرفت إنه أنا راح أروح العائلة، وهاي العائلة هيك تفاصيلها. تبرعت بمبلغ، بالإضافة مبلغ إضافي أيضا من أحد إخواننا جزاء الله خير الجزاء. فتتفضلين هذا، وهذا إن شاء الله يكون الفطوركم أو تفاصيلكم، وتكون هدية إن شاء الله، ولو هذا أقل شيء قليل بحقكم، بس هو هذا اللي نقدر عليه. وإن شاء الله هذا من أهل الخير. بس شغلة واحدة، إنه هاي الناس اللي جاي تساعد واللي جاي تدعم فقط محتاجة الدعاء. إن شاء الله ما قال أنت تدعيهم بالعافية والرزق. إي والله تندعيهم، وحتى الله يحفظك، وحتى برمضان من تقرين القرآن بالليل إن شاء الله يبعد. وإن كانت إنه آية كبيرة عند الله من عياله، تهدي آية للمتبرعين ولا غيره.